يا صباح أو مساء السعادة حسب ما تشوف الفيديو. ازيكم حبايبي؟ معاكم ماري أنور. جايلكم النهاردة فيديو حلو قوي، وهو حواوشي بطاطس. أيوة، حواوشي بطاطس بجد حلو قوي. أكل نباتية وسهلة وبسيطة، وهيعجب حبايبي النباتيين، وكمان تنفع صيامي. حواوشي اقتصادي بس صدقوني طعمه جميل جدا، بجد حلو قوي مع الغلا اللي احنا عايشين فيه. يلا مع بعض ندخل الفيديو نشوف عملنا ازاي. هيعجبكم جدا وبسيط قوي قوي. بس استنوا، اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. بسرعة على الفيديو. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اولا عايزه اقول لكم كل سنه وكلنا طيبين وبخير. ايام جميله وشهر جميل، وصيامنا جاي مع صيام رمضان، حاجه بصراحه جميله جدا، وربنا يجعل كل ايامنا اعياد. يلا مع بعض ندخل الفيديو. يلا شوف مع بعض مكونات الحواوشي ايه النهارده. انا معايا كيلو بطاطس انا بشراه، ده كيلو، عايزه تزودي زودي. ومعايا حوالي ربع جزر برضو بشراه، وفلفل اخضر مقطع قطع صغيره، وفلفل اصفر، وده نص قرن فلفل حار عشان تبقى سبايسي. عندك بقى اخضر، عندك اصفر، عندك احمر، إيه الموجود عندك حطي. كمان معايا 3 بصلات صغيرين بشرهم بشر ناعم. وما ننساش ان انا هستخدم زيت لان هي اكل نباتيه صيامي. تمام كده. شوف بقى بهاراتنا الجميله، نص معلقه فلفل اسود، ومعايا الملح طبعا حسب ما هحيق، ونص معلقه كزبره، وكمان توم باودر وبصل باودر. ومعايا برضو حاجه مهمه جدا، وهي معلقه الكاري الصغيره دي، بتخلي الحواوشي تروح مكان تاني. وكمان معايا الكيس السحري ده، دي خلطه الحواوشي، بتتباع في اي سوبر ماركت او عند اي عطار. وكمان في بيتباع منها سايبه مش في اكياس كده، دي ممكن تغنيك عن اي توابل خالص، بتخلي الحواوشي بتاعنا طعمه عظمه. كده انا كل حاجتي جاهزه، يلا مع بعض نيجي نعمل الحواوشي مع بعض، تبهركم بجد. ويلا بينا. وهبدأ معاكم جاهز الحشوة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هجيب كده حلة على النار وننزل فيها بربع كوباية زيت، وهكون مجهزة معاكم البصل بتاعي مبشور. قلنا ليه مبشور؟ عشان عايزاه ينزل ميته، هو ده اللي هيسوي الخضار بتاعي. انا هنا استخدمت بصل احمر، يبقى طعمه مسكر جدا وبيخلي الحشوة دي طعمها جامد جدا. ولو مش موجود عندك بصل احمر استخدم اي بصل عادي، مفيش مشكلة. هبدأ كده اتبلها شوية، انا مش بحمرها ولا حاجة، انا بس بدبلها. في المرحلة دي انزل بقى بتوابلي، فلفل اسود والكزبرة والتوم باودر والبصل باودر وكل بهاراتي. ومنساش احط رشة ملح صغيرة لاني لسه هستخدم خلطة الحواوشي. الله على الريحة، صدقوني الخطوة دي بتخلي الأكل يروح مكان تاني خالص. ليه؟ باخد تحميصة التوابل قبل ما انزل بأي خضار. تمام كده. بقى في المرحلة دي هنزل بقى على البصل بتاعي بالجزر. طبعا الجزر عندي بيبقى ني والبطاطس نية، يعني هيسوي الخضار نفسه بنفسه، مش هحط عليها أي سوائل. تمام كده. أشوحه تشويحتين بحيث إن هو دبل شوية، وأبدأ أنزل عليه بنص كمية البطاطس. طبعا ممكن أنزل بالكمية كلها بس عشان أقدر ألفها مع الجزر ومع البصل. تمام. هنا البطاطس بتكون مبشورة، بتنزل مية ونشا، كمان الجزر وكمان البصل، يعني اخدت فايدة الخضار كله من بصل او بطاطس او جزر، يعني ما زودتلوش اي سوائل. وهنا نزلت بكل الكمية بتاعتي، وابدأ اشوح بقى لحد ما احس ان دبل شوية. يلا بقى يا قلب اختك، فاني بقى اللايك، حطوا اللايك وتبوا لي كومنت تشجيعي كده، واللي بتابعوني من انهي بلد. وهنا حطيت معلقة الكاري، وبعد معلقة الكاري حطيت بقى كيس خلطة الحواوشي. بجد تحفة تحفة تحفة، بتخلي الأكل ليه طعم مختلف جدا. ولو مش عندك، لو عندك بهارات فراخ حطيها، بهارات لحمة، مكعب مرق، المهم تطعمي الحشوة بتاعتك. كده أنا أغطيها وأهدي النار، وأول ما أحس دخل في السوا هرجع أوريهولكم. وبعد حوالي 10 دقايق بالظبط مع التقليب، ده شكل الخضار بتاعنا، ريحته مش قادرة أوصفلكم، خطيرة. كده يعتبر استوى. هنزل بقى عليه بالفلفل بتاعنا، عشان عايزة أنا باكل حواوشي ألاقي فيه تكة، مش عايزة يكون الفلفل مهري. وأقلبه كده تقلبتين مش أكتر. وطبعا أنا مش هسيبه أكتر من دقيقة على النار، وهطفي عليه. ويلا نكمل باقي الحواوشي. وبكده الحشوة بتاعتي جاهزة. أرجو بس شكلها، مش مشكلة أنا هعبيها وهي سخنة. بصوا شكلها خطيرة، بجد حلوة قوي ومغذية جدا. بصوا، يعني لو عملتوا كمية وشلتها في التلاجة تنفعكم على فكرة. وهنا معانا حوالي 20 رغيف بلدي. صدقوني ده عيش التومين، يعني مش عيش أبيض ولا عيش مخصوص، يعني 20 رغيف بجنيه.
يعني برضه الأكلة اقتصادية جدًا، جدًا. ونبدأ نفتح له كده بالمقص من الجناب، طبعًا ده مقص العيش، فتحة صغيرة عشان الحشوة ما تقعش مني وأنا باقليه. تعالوا بقى مع بعض نحشي مع بعض إزاي بطريقة سهلة جدًا، جدًا. معايا زيت، ونجيب كده العيش بتاعنا نفتح له، ونجيب الفرشة ندهن فرشة صغيرة زيت من جوّه، تمام، كده قبل ما نحط الحشوة بتاعتنا. صدقوني أنا ولادي بيحبوه جدًا، لإن هُم صايمين وهُم صغيرين بياخدوه معاهم مدرسة كساندوتشات، بس باقسمه نُصّين وياخدوه كساندوتش، طبعًا أحسن من الفينو والحاجات دي كلّها، بيبقى حلو جدًا، جدًا. تمام، هابدأ كده أحشيه وأضغط عليه، املي الرغيف كتير عشان هو مغذي، وكمان عشان يعني ده لأولادنا مش لحد غريب، تمام، كده واضغط عليه وأبدأ أدهنه فرشة من برّه كده، بُصّوا قبل ما أحطه على النار، وأدهن وشه وضهره، وبكده أنا هاخلّص كل الكمية وهارجع أوريها لكم. وبكده أنا حشيت كل الكمية، بركة ربنا بُصّوا قد إيه، بألف وهنا وشفا للي ياكل، حلو أوي، أوي، ما خدش معايا وقت، وكده جاهز معايا يالّا مع بعض عشان نقليه، يالّا بينا. وهنا معايا قلاية على النار هادّيها بس دهن الزيت كده عشان أنزل عليها بالعيش بتاعنا. على فكرة أنتِ ممكن تدخّليه الفرن وتحطيه في الفرن عادي وهيطلع معاكِ زي الفل حواوشي. ودهنت كده الوش، طبعًا النار عندي متوسطة، مش عايزاه يتحروق مني، هو كل حاجة فيه مستوية، يعني بس إيه، العيش ياخد من طعم الحشوة ويتقرمش من برّه بس. كده أبدأ إني أضغط عليه، شايفين شكله من جوّه عامل إزاي؟ لمّا آجي بقى هنا أقلّب العيش ما أقلّبوش من ناحية مقفولة، لأ، هاقول لكم إزاي. أمّا آجي أقلّب الحواوشي أمسك بامسك المسّكة كده الناحية المفتوحة، عشان ما يتفرّغش منّي. شايفين بقى لونه جميل إزاي؟ وريحته مش قادرة أقول لكم، مالية المكان أكنه بلحمة مش ببطاطس، خطيرة. شايفين كده؟ هابدأ بقى أقلب شمال ويمين، تمام هو كده خلاص اتحمّر معايا، بصوا حلو أوي. كده خلاص هابدأ أطلّعه بقى كده وأحط غيره، مقرمش ومحمّص لونه جميل جدًا. أحط برضه شعرة زيت صغيّرة، تمام، وأنزل برضه بالحواوشي بتاعي، وهاعمل كل الكمية بنفس الطريقة، ولمّا تخلص هاجي أوريها لكم. وبكده حبايبي أنا خلصت الكمية بتاعتي، طبعًا مش كلّها، قليت على قد غدانا، ودي كمية ما اتقلتش لسه. أقول لكم إزاي باحطها إزاي في الفريزر. باجيب الحواوشي وأحطه في ورقة زبدة وأقلب فيها بالشكل ده، وأدخّله الفريزر يقعد معايا مدة طويلة ما يجراش أي حاجة. وقت ما يكونش عندِك أكل صيامي طلّعيه ودخّليه الفرن يبقى زي الفل. تعالوا مع بعض بقى نفتح واحد مع بعض كده نشوفه بُصّوا مقرمش إزاي، ريحته خطيرة. طبعًا أجيب مقص اللي باقص بيه العيش دايمًا، أمسك كده بُصّوا شكله خطير، بُصّوا من جوّه، واو جامد جدًا، الريحة مش قادرة أقول لكم، بجد حاجة كده وَهْم. بُصّوا حلو أوي، أوي، جرّبوه على طريقتي هيعجبكم جدًا. ويالّا ندوق بقى الحواوشي بتاعنا، جامد، مقرمش من برّه والحشو طري من جوّه، حلو أوي، أوي. وأدينا كمان معاه بطاطس محمّرة، وكمان الحواوشي بيحب المخلّلات والترشي، ده الليمون المعصفر أنا عاملاه على القناة خلّيها ل7 أيام تاكلي منه خطير. يالّا الحقي خلّيه قبل رمضان هتلاقي الفيديو موجود على القناة. آدي أكلتنا النهارده، شايفين بكّار، عينيه مبرقة جدًا على الحواوشي. بألف هنا وشفا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تجربوه على طريقتي، ولو عجبكم ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام.